هي ما كاين حتى شي حاجه سهله، حتى كرويا راه ما سهلاش، لان البطوله ديال كاس افريقيا في هذه الفئه من اقوى البطولات على المستوى العالمي، يعني مقارنه مع القارات الاخرين او الجهات الاخرين. يعني حتى كاس العالم ممكن تحظى بمنافسين اقل ربما في دور المجموعات. كرويا يعني هذا من جهه، من جهه ايضا الظرفيه، لانه ما يمكنش نتخباو ونقولوا بانه الظروف عاديه. احنا عارفين الظرفيه بين البلدين، عارفين انه غيكون هناك تصيد في بعض الاحيان، فالانسان خصو يكون جاهز يعني ذهنيا على انه يحاول يجيري، يعني يواكب الاحداث بتلقائيه بدون تصنع وبدون بريديسبوزيشن، كما تكونش يعني متوقع الاشياء اللي ممكن تطيحك يعني ولكن انت ما طحتيش اليوم السي سعيد شيبه. واش خدمتي على هذه المساله ولا انت هكاك داير؟ لان انا تبعت الندوات الصحفيه وكنت كنلقى فيها متعه. التصنع ما يعطيش نتيجه، لانك ممكن تصنع لفتره معينه، يمكن هو تهيئ نفسي، يعني انك تهيئ نفسك على انه يدخل واحد الندوه صحفيه انك تقول داكشي اللي باغي انت، ما تقولش داكشي اللي باغي يخرج منك الصحفي. واش عرفتي في شي لحظه بانك كاين اللي بغى يستفزك؟ كانوا نماذج، ولكن خصنا نكونوا صادقين ايضا. كاين ناس يعني الناس مزيانين بزاف في الجزائر، من الصحفيين، من المسؤولين، من المنظمين، وكاينه فئه اللي يعني عندها اجندات ربما وتتحاول تبحث، ولكن الثق بيا زعما التعامل معهم يعني سهل، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. يعني الا كنت يعني الامور واضحه في راسك على انه ما تخرجش من الاطار الرياضي وانك تجاوب رياضيا. نلعبوا كره نبقاو في الكره. ولكن بالمناسبه بين قوسين لما قلتي ريح كلشي كيتسائل عليها. واحد الصحفي ديالهم ولا ديالنا؟ ديالهم. ديالهم. لا ما كانش ديالنا. ما كانش ديالنا. بصح ريح شنو قصدتي بها؟ راه كلشي كيتسائل السي سعيد شيبه. هو بغى يدير واحد الاسقاط على عدم المشاركه ديالنا في بطولات الشان. يعني واللي الشخص اللي تيدير الندوه يعني رفض الاجابه، فهو تلفظ بواحد الكلام يعني، وقلت له يعني ريح ولا نخرجوا شويه للكولوار نتفاهموا ونرجعوا، فهمتي؟ يعني بهذه البساطه، بكامل البساطه والهدوء ديال سعيد شيبه. الله يعطيك الصحه.